بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة إن النهارده إسرائيل عربدت في سوريا وضربت هيئة الأركان من القوات السورية اللي داخلة في السويداء، المحافظة اللي هي فيها الدروز. بقول للمصريين العقلاء والأسوياء والمثقفين والمحبين لبلدهم واللي خايفين على أرضهم وعلى جيشهم وعلى شعبهم وعلى رئيسهم، خايفين على مصر بجد. انزلوا بلغة الحوار مع المصريين الأغبياء، جادلوهم بالتي هي أحسن. جادلوا المصريين الأغبياء واللي الشيطان بيلعب في دماغهم، جادلوهم بالتي هي أحسن. ما تبقوش ما يبقاش خطابكم فظ، لا، كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حاله. في أغبياء، في مهابيل قلة، أغبياء مصريين وهابيل قلة، في فاسدين قلة، في مغيبين قلة، في مأجورين قلة. في، مش هنحط راسنا زي النعامة في الأرض ونقول مفيش، لا، في. كل واحد مواطن مصري من العقلاء والأسوياء والمثقفين الأتقياء اللي بيتقوا في بلدهم، لو أخوك من ضمن الأغبياء والجهلاء والمؤجرين والفاسدين، انزل بلغة الحوار معاه، جادله بالتي هي أحسن، وفهمه إن مصر لازم نبقى إيد واحدة. هو مش هيلاقي ياكل، كله مش هيلاقي ياكل، كله هنبقى أذلاء في وطننا. بصوا لسوريا دلوقتي، أيها الأغبياء، أيها المأجورين، أيها الفاسدين القلة. أنا بقول القلة يتعدوا على الصوابع، مئات أو ألوف قليلة. والبهايم اللي عايزين الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيسبوك، حتى الدول العربية عاملين جماعات وعاملين منصات بتحارب مصر، وخاصة في السعودية، وقلة في الإمارات، وقلة في قطر، وقلة في بعض البلدان الخليج الأخرى. نفتح بصرنا، وقبل بصرنا نشغل عقلنا ونقول يا ربنا فتح لنا، افتح لنا البصيرة اللي هي القلب. اللهم نقول لنا البصر والبصيرة، اللهم نقول المصريين كلهم البصر والبصيرة. أنا ما بحبش الجهل. بصوا، يا أيها العقلاء في مصر، فهموا الأغبياء، قولوا لهم بصوا اللي في سوريا بيحصل النهارده. إسرائيل منشنة. إسرائيل دلوقتي في سوريا بينها وبين العاصمة دمشق 40 كيلو، خدت جنوب سوريا كله، خدت جنوب سوريا كله. السعودية واقفة بتدعم، وقطر بتدعم، لكن قدام ماما أمريكا مش هيقدر، يا دوب هياخدوا شوية مكاسب بسيطة لأحمد الشرع. وده اللي حصل النهارده. امبارح أمريكا قالت ما تضربوش لإسرائيل، ماشي. النهارده ضربوا رئيس الأركان. ليه؟ قال يعني بيدافعوا عن مين؟ رئيس طائفة الدروز المأجور، بيقول لهم إيه؟ احمونا، علشان
يحموكم من ايه؟ المفروض مردود واحد من سوريا. قال لك لا، ده دول ارهابيين. طبعا كان نظام فاسد، هو نظام الاسد وابن بشار كان نظام فاسد، ادى الى ايه؟ ادى الى ضياع هذه البلد اللي احنا شايفينه النهارده. ادى ان ما لهاش جيش، ما فيش حكومه، ما فيش ديمقراطيه، ما فيش. بسبب مين؟ الحكم البائد بتاع الاسد وعيلته وابنه. انا كنت مع ان الاسد يغور في 60 داهيه وبشار يتحك ويتعدم واعدام، لكن بسبب الحكم، بسبب ان ما فيش جيش قاعد يحارب في شعبه يعني 10 12 سنه، ما عادش في جيش عنده، ما عادش في حاجه تحميه. دخلت اسرائيل وركبت الشرع، ما اهداف صهيونيه افهموا. مسكت احمد الشرع، وبعد ما مسكته قالت له لا انت ارهابي رب، راح ضرب الجيش كله، طلع الطيارات ومطاراتها والدبابات والمواقع العسكريه. والا النهارده ضربت هيئه الاركان لوزاره الدفاع السوريه. يعني ايه؟ يعني اسرائيل يا بشر دلوقتي بتحكم وتتحكم في سوريا، يعني هي اللي بتحكم سوريا بمباركه من مين؟ من ماما امريكا. بمباركه من مين يا مصريين؟ من ماما امريكا. حكمه، اديت لهم شويه مياه صغيره بضغط من السعوديه تبع التلوينات، وقالت لي اللي هنشيل بس تفضل تحت مين يا حبيبي؟ تحت جزمه اسرائيل. هنشيل عنك العقوبات بس تحت جزمه اسرائيل، بحمايه امريكيه. اسرائيل طايحه في البر وفي البحر وفي الجو حوالينا يا مصريين. في غزه طايحه، محدش بيقول لها بتعملي ايه؟ اباده جماعيه. بنديهم فلوس، بنديهم 5 تريليون للامريكان، لماما امريكا، علشان تسيب اخواننا الحكام على الجزائر على الكراسي. لا مؤاخذه، الجزائر كان فيها مليون شهيد وشعب حر، لكن في بعض الاخوان الفسد فيها، وهي وتونس والدول اللي هنا. المهم اسرائيل شغاله عربده. خدوا بالكم يا مصريين، جو... يا عم ده كانت زرعه في ايران يعني 5000 جاسوس. علينا نوع المصريين، واللي نشك فيه نبلغ عليه. من اللاجئين اللي دخلوا مصر من السودان ومن ليبيا ومن سوريا ومن اليمن ومن لازم نفتح دماغنا، نخلي عينينا في نص راسنا. لازم العقلاء اللي في مصر يفهموا الجهلاء. يا مش انقض يا اخويا السيسي، انقض انقض كل حاجه، بس اوعى تيجي ناحيه الجيش، اوعى تيجي ناحيه الجيش، اوعى تساهم في توقيع الحكومه المصريه والرئيس المصري. يخرب بيوتكم، يخرب بيوتكم يا جاهلين يا فاسدين يا مرتشين، لعنكم الله. مصر بتنفسكم، انتوا جسم غريب في قلب مصر. محدش يقول لي مش موجودين، موجودين وهو بكثره، بس الكثره دي الوف يعني وسط ال 120 مليون. يعني ايه؟ يعني مش عايزين مصر لو وقعت وجيشها ضعف ورئيسها وقع، ده احنا نحمد ربنا اللي ما عملوش فينا اللي عملوه في سوريا ساعة ما وقع الرئيس مبارك. أو دلوقتي عمالين تقولوا ليه يا بقى فين عصر رئيس مبارك لما كان اللحمة مش عارف بكام والطعمية بكام والكافيار بكام. هيحصل بقى عصر الرئيس السيسي، بس بس إن شاء الله يديله طول العمر. هتقولوا فين أيامك يا سيسي؟ لأن الحياة في غلاء، وأنتوا في ناس أغبياء، في ناس أغبياء
عايزة تاخد الدعم وتفت وتنام في البيت وما تشتغلش، ولا نبقى في شارع ولا في مطار ولا في جيش ولا في عربيات ولا في تعليم ولا في صحة. بيت أم الجهلاء. يا رب نفسي 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 نفسي، الله يخرب بيت. ما انت اسرائيل لو اتحكمت فيك زي اللي بتحكم في سوريا هتاخد نص سينا، ده على الاقل واجب. الطيران هيعربد في سماء مصر. ان شاء الله مش هيحصل. الراجل عمال يقوي في الجيش ويجيب قوات جويه وطيارات من الصين ومن هنا، عمال ما بينامش الليل عشان ما يحصلش اللي فينا اللي زي حصل في سوريا. بيلعب بالبيضة والحجر، بيلعب بالبيضة والحجر، بدليل ان ترامب من اول امبارح اتكلم على سد النهضة وعايز يحل القضية، لان مصر قوة عظمى في الشرق الاوسط العربي. وانا في السعودية والخليج يبرطعوا ما يبرطعوش. امريكا بتحترمكم عشان فلوسكم اللي بتدفعوها، انما بتحترم مصر عشان قوة، عشان بلد عمرها ما خنعت لمستعمر، عشان بلد لو اتهزمت بترد الهزيمة والصعصعين. ده اللي حصل في اكتوبر بعد 67 بأسلحة بدائية ودفاع جو كان قوي من سوريا. يعني نفهم، يعني حد هيقول هنسيب الغلاء والتضخم. يا عم انقض يا عم التضخم وانقض كل حاجة يا سيدي، بس ما تقربش من الجيش ومن الرئيس، سيب يكمل فترته. الراجل شغال. مش انا ما بحبش اتكلم الاغبياء العقلاء. طب ما انا مضرور من الوضع الاقتصادي الصعب، انا وعيالي وبيتي، وانا يعني ما انا قلت لكم معاش 4200 جنيه. انتوا يا جدعان ما بتفهموش. في فساد من في الطوابق الدنيا، في العليا فيه. لكن الراجل عارف في 100 حته. في حاجات شفناها، في في انتاج شفناه، في ادخل وشوف قيمه الصادرات المصريه زادت ازاي، والصناعه المصريه زادت ازاي، والزراعه المصريه زادت ازاي، والفدادين المصريه زادت ازاي، والترعه اتبطنت، والمش حياه كريمه، والمش عارف ايه، وفيروس سي، والصحه، والتامين الشامل، وافلام كتير. انتوا يا اغبياء بتبصوا لنفسكم، كل واحد عايز يهلب في الدوله دي. وده احنا عندنا خير كتير. اللي خلى مصر لحد دلوقتي اقتصادها ضعيف مش الرؤساء مصر، التهليب من الوزير للغفير. هلب. ناس ما بتتقيش ربنا عماله تهلب من ايام الملك لحد دلوقتي في تهليب. لكن كل اللي طالبه من دلوقتي ان العقلاء يفهموا الاغبياء، بالراحه عليهم، بالراحه عليهم، اتحدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناخد من قرآننا العظيم الحكم، من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كنت فظا غيظ القلب فضل الحول، وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. انا بتكلم مع ناس لقيتها بتنطح، في ناس بتكلم معاها بتنطح. انت بتطبل للسيسي. يا عم اذا كان تطبيلي للسيسي مش هيخلي اسرائيل تركبنا وامريكا، هطبل للسيسي. ان كان هنفضل في امان زي كده هطبل للجيش. امال اطبل لمين؟ اطبل للاخوان والفاسدين في الداخل المصري؟ ما مسكوا سنه ولا سنه ونص الاخوان. كان شفتوا اللي حصل في سينا، وشفتوا اللي حصل، ووظفوا قرايبهم والناس التانيين في الدولة وتهلبوا على المناصب والكراسي. اتكلبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إسرائيل بتحكم وتتحكم في سوريا تحت رعاية ماما أمريكا. عملت السعودية من ضمن التريليونات السعودية، محمد بن سلمان قال والنبي يا ماما أمريكا، النبي يا أبو حنان يا ترامب، النبي بعد إذنك، علشان
سوريا دي سنية، غالبية سنية، هنساعدها. يعني من ناحية طائفية، عشان الناحية الطائفية يا عم سني ربنا اللي هيحاسبه، شيعي وانت شايفه مش صح ربنا اللي هيحاسبه، درزي ربنا اللي هيحاسبه. لكم دينكم ولي دين يا عم. ناصر وانصر العرب وانصر المسلمين، حتى نصروا ايران، اعملوا سلام مع ايران. اللي امريكا عماله تديكوا سلاح وتديكوا بتاع وتلهب منكم الفلوس والبترول عشان البعبع ومين اللي دخل اراضيكم وبيقعدوا في كل الاماكن وبيبرطعوا الصهاينه. على عينك يا تاجر، راحوا السعوديه وراحوا قطر والامارات، والامارات مستثمره في اسرائيل. حاجه تكسف. العب بالبيضه والحجر مع امريكا زي ما مصر بتلعب كده. شو السيسي هنجيب هنجيب مين؟ هنجيب مش امريكا هتتعدل معانا ولا شيء؟ ها دخل الصين، هي عدوتك الاولى. ها ما الاتحاد السوفيتي وقع دلوقتي. شفت السيسي عمال يشغل دماغه ذكي. والله الراجل ده دماغه نظيفه، واللي بيعاونوه الناس دماغهم نظيفه، بيلعبوا بالبيضه والحجر. احنا ما نقدرش نخسر امريكا، لكن بنقول لامريكا لا، لا والف لا، لا كتير ما قالهاش حكام الخليج. يا مصريين، دول الخليج عايزه مصر تقع. تقع ليه؟ اللي عندهم عقده، او زي عقده الخواجه كده عندهم لان مصر اللي كانت ساعدتهم، وهي اللي بنت لهم، وهي اللي علمتهم، وهي اللي طببتهم وفهمتهم وعلمتهم يفكروا. في ناس وصلاء شرفاء في السعوديه والامارات والخليج والقطر بيدوا الحق لمصر، وفي ناس اغبياء حاقدين ما بيدوش الحق لمصر، عايزين مصر تقع. اقسم بالله زي ما بقول لكم، في الامارات وفي السعوديه وفي المجالس الحاكمه عمالين. يا عم خدوا الزعامه وغوروا بعيد عننا، سيبونا في حالنا. ليكم يوم عند ربنا. لكن انا بقول للمصريين برضو الفاسدين الحاقدين الجاهلين، ما كنتوش تفتحوا هتقولوا يا ريت كان فين عصر السيسي. ما خلاص اسرائيل هتركبنا وهتحكمنا. كل المصانع هتتضرب، وكل المستشفيات هتتضرب، وكل الطرق هتتضرب، وكل المطارات هتتضرب، وكل القطارات هتتضرب. ليه؟ لو جيش ضعيف ورئيس ضعيف. إسرائيل تحكم وتتحكم في سوريا. لو ما فوقناش وتوحدنا وبطلنا جهل وبطلنا غباء، أقسم بالله لنبقى في يوم من الأيام ده. لكن إن شاء الله مش هيحصل. ربنا يوعي وينور بصيرة وبصر الجاهلين، ويتوب على المأجورين، ويتوب على الفاسدين، ويتوب على ويتقوا الله، ويرجعوا نادمين خازلين نادمين على ما فعلوا في حق مصر. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومصر مش هتقع بإذن الله. أولا عشان شعبها هيفضل متوحد خلف جيشه، خلف رئاسته مهما كانت في أخطاء فيه، لكن في حاجات كتير حلوة عملها جيشي. السيسي الجيش وقف الجيش على رجله. إشي طيارات، إشي بحرية، إشي سفن، إشي دفاع جوي، إشي طيارات، إشي دبابات. إسرائيل ما بتحترمش إلا القوة هي وأمريكا. فهمتوا يا بني آدمين؟ ادخلوا كده فتشوا، مش كل حاجة لازم تتعلن. الجيش مش لازم يعلن ميزانيته، الجيش بيصرف على البلد كتير. الراجل بيحاول يوفرها من هنا ويشغل في الجيش من هنا، يقول لك لا بتشغل العساكر. يخرب بيت غباوتكم. ما هو لازم يعمل مزارع ويعمل متاجر ويعمل بتاع، شويه مع القطاع الخاص وشويه مع الجيش وشويه مع الحكومه عشان الدنيا تمشي. عشان لسه في فاسدين في مصر، عشان لسه في اغبياء كتير في مصر. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
ولازم ناخد درس من اللي بيحصل في سوريا. سوريا دلوقتي بتحكمها أمريكا بالفتوة بتاعها اللي هو إيه، إسرائيل. اللي هو إسرائيل وأمريكا لا يرحمون الضعفاء، لا يرحمون الجهلاء. وتحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.